السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. نتمنى يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم وصفه ديال السفوف مغربي صحي. نتمنى ينال اعجابكم. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عواشركم مبروكه، نتمنى يلقاكم رمضان في احسن الاحوال وفي صحه جيده. وعلى بركه الله غنبدا لكم بالمقادير. عندي 2 كيلو ديال الزرع بلدي. نقيته وغسلته. ما كنغسلتوش في خطره واحده، كنغسل غير الكميه اللي غنحمر وتنديرو في كوكوط ومع التحريك المستمر وعلى عافيه مهيله. كيجي محمر مزيان. صافي عندي هنايا 2 كيلو ديال الكاوكاو، وعندي 2 كيلو ديال اللوز، عندي 2 كيلو ديال الزنجلان. غندير حبه الحلاوه والنافع، القرفه، المسكه الحره والكوزه والسكر كلاصي على حساب الحلاوه اللي بغيتو. عندي هنايا 6 كيلو ديال الزبده بلديه ذوبتها وغنخليها حتى تولي نوازيط. وفي كاسرونه اخرى غندير 2 كيسان ديال الزيت البلديه. غنضيف ليها كاس ديال الزنجلان ما محمرش، نقيته وغسلته خليته حتى ينشف ودرته في الزيت يتحمر على عافيه مهيله ويتحمر على خاطره هكا باش تحيد لينا ديك الريحه ديال زيت العود. تتكون مجهده الا درتوها نيشان، تتكون مجهده في السفوف. صافي بهكا كتكون طريقه احسن وافضل. وملي كتخليو الزبده تتولي نوازيط، هذا راه سر من اسرار ان سلو يبقى لكم مده طويله ما تيفسدش. نتمنى تجربوا هذه الطريقه اللي درت معكم. ما طاحتش ليا الفرصه انني نحط لكم الفيديو قبل ما يبدا رمضان. قبلوا عليا. صافي هنايا ملي وجدت كلشي. وبالنسبه للجنجلان باش تعرفوا انه تحمر، مره كتاخذوا شويه كتحطوه في الزلافه تخليوه حتى يبرد وغتجربوا واش تحمر ولا مازال. صافي الزبده هنايا تخليوها حتى داك اللبن اللي كيبقى فيها تيلصق تحت النجره وكيولي بني. عرفوا راها صافي واجده كما كتشوفوا في الفيديو. صافي طفيت عليها، وهنا الزنجلان حتى هو صافي راه تحمر، طفيت عليه. صافي وغندوز باش نخلط الصفوف. دابا راه كلشي واجد. وبالنسبه للقمح اللي حمرت، ملي كيتطحن الا بان لكم بلي انه مازال خاصو يتحمر، زيدوا شويه في الكوكوط راه دغيا غيتحمر. كتجربوا شويه في الزيت، كديروا زلافه كديروا شويه الزيت. الا بان لكم داك اللون البني ديال السفوف صافي راه تحمر. الا بان لكم شويه مازال بيض غتزيدوا تحمروه شويه. بهذه الطريقه باش انني ناخذ القمح مازال ما تطحنش جاء احسن من انني ناخذ الدقيق اللي ديجا تطحن. ديتو عند العطار وطحنو مزيان، صراحه جا احسن من الاخر. صافي هنا درت 2 معالق ديال القرفه، 2 معالق كبار ديال القرفه، والسكر على حساب الحلاوه. انا درت 6 ديال المعالق. درت هنايا مسكه حره، وغندير 4 معالق كبار ديال اليانسون النافع. صافي غندير 4 معالق كبار ديال حبه الحلاوه وشويه ديال الملحه، وغنخلط النواشف. من بعد غنزيد شويه ديال الكوزه راه نسيتها. غنحرك هنايا النواشف. الخليط ديال الزيت والزنجلان راه طحنته في مولينكس كما كتشوفوا راه هو. وبالنسبه للوز والجنجلان والكاوكاو، الزيت نصف الكميه هرمشتها ونصف الكميه طحنته مزيان حتى تطلق الزيت. غير ما بانش هنايا في الفيديو، بغيت نصور لكم ولكن مع الاسف تقطع عليا التصوير. صافي غنضيف هاد المكسرات كاملين. صافي وغنزيد شويه ديال الكوزه. وبالنسبه هادو الزنجلان واللوز والكاوكاو اللي طحنت تطلقوا الزيت، غير تقطع ليا التصوير. ضفت ليه داك الخليط ديال الزيت والزنجلان. غنحركهم مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. وبالنسبه لانكم تطحنوا الزنجلان واللوز والكاوكاو حتى يطلقوا الزيت، هذه مرحله مهمه انكم تطحنوهم مزيان. بهكا كنخلطوا الصفوف ديالنا بزيوت طبيعيه. صافي غنحرك مزيان حتى ينسجموا العناصر كاملين. ما حطيتش لكم الطريقه باش حمرت المكونات كاملين باش ما يجينيش الفيديو طويل. ديال العام اللي فات حطيت فيه تفاصيل اكثر. الا بغيتوا نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. انا حمرت كل شيء في الفران وفي كوكوط. الزنجلان والدقيق حمرته في الكوكوط. وبالنسبه لداك الشيء الاخر حمرته في الفران، ما كندير ليه لا زيت لا حتى حاجه. كنمسحو باش نحيد ليه ديك الغبره، وكندخلو مباشره للفران على عافيه مهيله وكنبقى نحركو حتى يتحمر.
صافي كما كتشوفوا هنايا راه الخليط انسجم، غنزيدو على سفوف هنايا حيت الكسريه حيت جاتني صغيره، درت هاد الطنجره. صافي ضفت الخليط النواشف كاملين وغنخرجكم مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. اولا الا بغيتو تسهل عليكم الخدمه، غير غتخلطوهم شويه وغدوزوها في ماكينه ديال العجين، كتسهل عليكم داك التماره ديال الدليك باش انكم تخلطوا الصفوف مزيان. الا كانت متوفره طبعا، ما كانتش غنخلطوها بيدينا. صافي غنستمر حتى ينسجموا العناصر كاملين مع الدقيق وشرب الدقيق الزيت. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديروا لايك وديروا اشتراك للقناه لما باش ديما ان شاء الله نحط لكم الجديد. شجعوني، راه عندي بزاف د الجديد غير ما كنلقاش الوقت بزاف انني نحط لكم الفيديو. صافي غنستمر نخلطها مزيان تنسجموا العناصر كاملين مع بعضياتهم، ونعلكها نبقى نعلك فيها ونخدمها مزيان باش دوك المكونات كاملين اللي مزيته يطلقوا الزيت، وكيجي بها الصفوف معلك ولذيذ ودرناه صحي من غير السكر اللي فيه. اللي بغى يضيف العسل في بلاصتو يضيفو، ومن الاحسن انكم ديروه بالزرع باش يجينا صحي اكثر. صافي غنستمر تنخلطو مزيان ونسجمو المكونات كاملين مع بعضياتهم، وغندوزو في العجانه باش يزيد يتعلق اكثر ويطلق الزيت. ما صورتوش ليكم حيت ما بغيتش يجي الفيديو طويل بزاف. الفيديو ما حطيتش لكم قبل، ما طاحت لي الفرصه انني نحطو لكم. قبلوا عليا واخا تعطلت. وعواشركم مبروكه، رمضان مبارك علينا وعليكم بالخير وبالهنا ان شاء الله، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا ربي امين. هذا هو الشكل ديالو، جا بنين ومعلك، وواخا يبقى عندكم مده طويله ما تيوقع ليه والو، ما تيفسدش، تيبقى الريحه ديالو هي وتتبقى فيه ديك التقرميشه ديال المكسرات اللي فيه. وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.